المكان اللي احنا واقفين فيه ده هو المكان اللي استشهد فيه ابني الشهيد الفنان التشكيلي زياد محمد بكير. آخر مرة شهد فيها زياد كان إلى جامع عمر مكرم، وبعدين حصلت تصايح في الميدان إن هناك هجوم على المتحف المصري وإن هو المتحف المصري بيتحرق. ابني اتربى في بيت في مكتبة لعلم المصريات فيها عشرات الآلاف من الكتب، وتربى على ان الثروه التراثيه المصريه والمتحف المصري بوجه على وجه الخصوص هو عرض مصر زي ما انا كنت بعلمه. زمايله اللي كانوا واقفين معاه في جنب عمر مكرم لقوه بيجري في اتجاه المتحف المصري، وبعد ما جري في اتجاه المتحف المصري اختفى تماما لمده 43 يوم، واحنا في بحث دائب وصبور عليه. وتلاعبت بينا أجهزة الدولة الأمنية تلاعب لا يليق بدولة متحضرة ولا يليق بنظام متحضر. لعبوا بينا لعب مش تمام، وخلونا عمالين ندور حوالين نفسنا بندور وبين الأمل وبين اليأس، لحد ما في النهاية خالص عثرنا عليه بمحض الصدفة في مشرحة زينهم مجهول بعد أن سلب من كل شيء حتى ملابسه. لو سألنا حضرتك عن متابعتك للانتخابات الرئاسية، وما هي صفات المرشح الذي سيحصل على صوت حضرتك في الانتخابات؟ أنا هحاول أجاوب على السؤال ده بشكل عكسي. أنا هقول أنا مش هنتخب مين. أنا مش هنتخب هؤلاء اللي شاركوا سواء بالأصالة أو بالوكالة في قتل ابني وقتل باقي الشهداء اللي استشهدوا ابتداء من يوم 25 يناير ولحد ما مشي المخلوع، وبعد كده في المذابح اللي حصلت بعد كده. مش هنتخب واحد منهم. كمان مش هنتخب أي حد من اللي أصلا ما لهمش في الثورة واللي ما شاركوش فيها في بدايتها ولا دعوا إليها وبعدين ركبوها وبعدين بعد كده سرقوها. مش هنتخبهم. بعد ما استبعد دولة واستبعد دولة هيبقى الباقي عندي سواء. لو سألت حضرتك ماذا تريد من رئيس مصر القادم؟ رئيس مصر القادم مطلوب منه انه يراعي ربنا في شعب اتحرم من حقه في الحرية والكرامة لمدة 30 سنة. لازم ياخد باله منهم، وبالأخص الفئات المحرومة والفئات اللي هي جرى عليها ظلم كبير. أنا برجوه إن هو يلقي نظرة على جهاز الدولة. جهاز الدولة فيه مشاكل وفيه فساد. عندما يقضي على هذا الفساد ولو بالتدريج، أنا مش هقول إن هو بين يوم وليلة هيقضي على كل شيء، ولكن بالتدريج يقدر نقول إن هو عمل حاجة، سواء في فترته الأولى أو حتى إذا استحملناه إلى فترة تانية. كمان لازم القصاص للشهداء. النهارده في نوع من التراخي ونوع من التمادي في الابطاء وفي التأجيل، وفي بعض البراءات بتطلع. ليه؟ انا مستاء جدا ان انا بسمع البراءات. انا مش بلوم القضاء، انا بلوم النيابة اللي هي لم تقدم قضايا متكاملة قدام القضاء. ولذلك معروف ان في الجنايات يا اما البراءة يا اما الحكم النهائي. لو سألت حضرتك ما هي أول 3 قرارات هامة لابد أن يتخذها الرئيس؟ الرئيس يجب ان يبدأ اولا ان هو مشكلة الدستور المعطل لحد النهاردة، يجب ان هذا الدستور يتم التعامل معه بجدية، ولا يترك لعبث العابثين، ولا يترك لعبث العابثين اللي بيريدوا اصطياد الدولة وبيريدوا نشل الدولة وبيريدوا مصادرة كل شيء في هذا البلد لحسابهم. ده أول سبب. تاني حاجة أنه يلتفت إلى منظومة الفساد اللي موجودة وياخد قرارات حاسمة ورادعة حتى يقضي عليها بالتدريج، مش هقول بين يوم وليلة. ثالث حاجة أنه هو لازم يراعي حقوق الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير. ماذا تتمنى لمصر في الفترة المقبلة؟ أتمنى لها الخير لأنها ما تستاهلش إلا الخير، ولحد النهارده هي ما لقيتش من ولادها إلا كل شيء مش تمام. أتمنى لها ربنا يديها رئيس جديد
ربنا يديها دستور جديد، ربنا يحنن قلب ولادها عليها اللي بيحاولوا اختطافها في الوقت الحالي. أنا إيهاب الصاوي، أخو الشهيد مصطفى الصاوي. مصطفى الله